عسكري بيرحل الأراضي المحررة 3 نوفمبر 2022. نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات ضد قوات الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة الفرسية والمحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وأبرز البلاغ العسكري رقم 674 الصادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمناطق روس ربي بالقعة، خنقة بن زكا، وشمال قطيطرة بقطاع حوزة. وأضاف البلاغ العسكري أن تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف مركزة تمركزات جنود الاحتلال بمنطقة روس ديات الشديدة بقطاع الفرسية، فيما استهدفت مفارز أخرى. يضيف البلاغ العسكري تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي سبخة الوشاد وقرارة الفرسيك بقطاع المحبس. وكانت مفارز متقدمة من دراقم جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 مستهدفة موقع القوات القازي المغربي بقطاع حوزة وبمناطق فترة العش، فترة التمات، فترة القراف، شمال حريش الديرت. وتتوالى هجمات أقحاح جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار. وحرب التحرير تضمنها الجماهير. فرقة الوطنية الصحراوية الإعلامية، البلاغ العسكري.